الراجل بيفحر في الصخر. عملنا حقل ظهري دي قسما بالله، حقل ظهري دي لو ما حمناش بالمسترال لكانت تركيا خدته مني، وانتوا عارفين الكلام دي. والبوارج بتاعتنا طلعت ورا تركيا لما دخلتها البحر الاسود لما كانوا جايين يحاربونا في حقل ظهري. هو خبر ايه؟ هو احنا ولما بتاع قاعد البرنيس اللي قال لهم الجفره صرت خط احمر على 900 كيلو بين مصر وبين بتاع دي، خط احمر تركيا قدرت تخش هناك. كانوا قد تاكين ضرب في عينهم، وده خلينا عربيات مدرعه وعربيات محمله بالبلاوي الزرقاء على حدود 1200 كيلو. الراجل دي طحنهم. عندك الحوثيين ولاد الجزمه اللي هناك في باب المندب عايزين يقفلوا باب المندب عشان يخربوا قناه السويس. الراجل ده عمل لنا باسترال عبد الناصر واسترال السادات، دخلونا باب المندب هناك عشان يحمينا من هناك. قاعده الجرنوب اللي هناك القاعده العسكريه قاعده برنيس اللي هي موجوده على الحدود مع السودان دي. عشان ايه؟ عشان الجماعه اللي هم ولاد الوسخ اللي هناك عايزين يقفلوا باب المندب. 9 مليار دولار بخشوني عايزين يدفعوهم عليه. هو مين؟ ويقول لك هو جايب السلاح ده ليه؟ ايوه جايب السلاح ليه؟ البقاء للاقوى. سيبك بالكلام ده، يعني عندنا طيارات فعلا. ويقول لك هو بجيب الطيارات ليه؟ ايوه بجيب طيارات عشان لولا الطيارات والله لك الدرايه ثيابك ليه؟ شوفوا لبنان النهارده اللي اسرائيل قسمت معاها الخط بتاعها بتاع الغاز، خدت خطها وبتصدر منه وبتشارك لبنان في الخط الثاني اللي هو بتاع الغاز بتاع اسرائيل بتاع لبنان لو عندها سلاح دخلت عليه. هو خبر ايه؟ البقاء للاقوى واحنا لازم. هو لو ما نفمنت اجي ما راحش لبنان ليه؟ مين؟ ما لبنان هو فين لبنان عندها ده قسمت ما ده لبنان بتتفرق مع بعض. حزب الله مع حسن نصر الله مع سعوده نجيب مقاتل جماعه كلهم يعني مصلحه نجيه. ده لبنان دي فاتت ايه؟ ده الراجل الوزير بيقول ايه؟ ده الوزير بيقول 3 أسابيع من مصر يكفوا لبنان سنه غالي. طب انا عامل ايه؟ انا عندي هو انا عندي حاجه عادي. طب انا اجي تعال والله الوزير بيقول ناسي حاجه. هل يحكم بحكم الله فرض الله؟ الرئيس السيسي جاي برايه ربنا. ايوه ما ومين اللي ربنا سخره الشعب حكم مصر الشعب عشان مصر ربنا حافظها. ربنا مسخر روسيا ربنا حافظها بالاولياء اللي فيها ومن دي وده من دي واحنا الحمد لله الشعب المصري كلته شعب متدين بطبيعته. متفقين عليه بنحب الرئيس السيسي، وعشان تحب واحد لازم تخلص له ولازم تضحي عشان تخلص له، لازم تضحي عشان. امال ايه؟ واحنا كلنا بنحب الرئيس السيسي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. تحيا مصر تحيا مصر مليون مره. والله ما نجيب واحد زي الرجل. تحيا مصر مليون مره. والله يكفي الامن ويحيى الرئيس السيسي مليون مره. ويحيى السيسي ويحيى مليون مره. ويا نهار ابيض واحنا نجوع عشان خاطر السيسي. احنا نجوع والله واحنا في ظهره. وحياة ربنا احنا في ظهر الراجل دي. اوعى يغرك الكلام بتاع الجماعه اياهم المعذورين دول. طبعا احنا معظمنا حزب مستقبل وطني. ماشي اهلا وسهلا. امين اعلام حزب مستقبل وطني.